اللهم إني استودعتك حياتي كلها، خيرها وشرها. يا رب اجعل أيامي القادمة رضا وسعادة وتوفيق منك. يا الله، يا رب اخرجني من حولي إلى حولك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن انكساري إلى عزتك، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك. يا رب اجعل أيامي القادمة كما تحب يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله أنا هعمل معاكم الكبدة والكلاوي والقلب بطريقة سهلة وبسيطة جدا. دي برضو كانت أكلة من أكلات العيد وإن شاء الله هتعجبكم. كنت عاملة جنبها سلطة الطحينة. أي كبدة طبعا أكيد لازم يبقى جنبها سلطة الطحينة وبطاطس محمرة وسلطة خضراء وحبة جرجير زي ما انتم شايفين كده. هنقول بقى المقادير. بسم الله. عندي هنا الكبده بتاعتي والقلوب والكلاوي. انا حاطه القلوب والكلاوي في جنب والكبده في جنب عشان ده هيستوي، يعني حاجه هتستوي قبل حاجه. ودي بقى حته ليا وحبه دهون اللي بتبقى حوالين القلب والكلاوي. وعندي 3 ليمونات. كل ما تكتري على فكره الليمون مع الكبده كل ما بتضيعي زفرتها وكل ما يبقى طعمها احلى. الكبده ما بتتغسلش. الكبده هتحطيها في مصفى وتعصري الليمون زي ما انت شايفه كده، وبحط قشر الليمون كمان بسيبه. قشر الليمون كمان بيديها نكهه حلوه وبيضيع اي ريحه زفاره. بس اهم حاجه تبقي فاصله الكبده عن القلوب والكلاوي زي ما انت شايفه كده. انا قلبتهم عشان يشربوا كلهم من الليمون. في صينيه بقى او في جريل او اي حاجه على النار حطيت معلقتين زيت وهنزل فيها بالليه وبالدهون اللي هي مع القلب والكلاوي، وهبتدي اقلبهم مع بعض كده. اول ما الاقيهم سخنوا قوي وهيبتدوا يسيحوا او يفكوا معايا شويه هنزل عليهم كده بسم الله بالقلوب والكلاوي زي ما انتم شايفين كده لونهم فتح من الليمون. بنزل بالقلوب والكلاوي بس ما بنزلش بالكبده دلوقتي. الكبده ما بتاخدش سوا، دي اخر حاجه بنحطها. هقلب بقى. انا ما حطيتش لسه توابل ولا اي حاجه. هقلبها حوالي من 10 ل 15 دقيقه على نار هاديه. بعد كده هنزل بسم الله بالكبده. الكبده اول ما بتحطيها على النار من 7 ل10 دقايق وتدفع عليها الكبده. كل ما هتقعديها على النار اكتر كل ما هتشد معاكي، مش هتبقى حلوه وبتضيعي فايدتها. هفردها بس كده في الطاسه زي ما انتم شايفين او في الصينيه عشان كلها تسخن وعشان ما تنزلش الدم بتاعها. هكون بقى دقه حبه توم حلوين كده حوالي معلقتين كبار توم بس، معلوش اي توابل ولا حاجه. بنزل بيه في وسط الطاسه كده ريحته تطلع معايا وابتدي اقلبه بقى مع الكبده. من الاكلات السهله دي لما متوقفكيش في المطبخ كتير في الحر ده. هقلبها تقلبتين زي ما قلت لكم من 7 ل10 دقايق مش اكتر من كده. الكبده بتكون استوت. هحط عليها بقى شويه فلفل الوان. الفلفل الاحمر كان عندي في الفريزر. اي حاجه في الفريزر بتطلعيها بتنزلي بيها في النار على طول، ما تسيبيش اي حاجه تفك. اي خضار ما تسيبهوش يفك خالص. قلبت الفلفل بس الاحمر الاول تقلبتين كده علشان التلج يسيح منه ويفك معايا. هنزل عليه بقى بالفلفل الاخضر والاصفر، دول كانوا عندي فريش. تكوني مقطعه بقى قطع صغيره جوليان، قطعيه زي ما بتحبي طبعا. انا الكبده سايباها حتت كبيره شويه عشان عندي برضو حد في ولادي ما بيحبش القلوب والكلاوي، فعشان تبقى باينه في الاكل. وكنت مقطعه قرنين فلفل حامي حطيتهم في الاخر خالص كده زي ما انتم شايفين. النار طبعا اهدى حاجه عندك. واحط بقى التوابل بتاعتي ملح وفلفل ونص معلقه السكر مش اكتر من كده. انا ما بحطش مع الكبده غير الملح والفلفل الاسمر بس، هم دول التوابل اللي بحطهم. حطيت الملح والفلفل ودي نص معلقه السكر. تقلبتين بقى وهطفي عليها النار. هقلبها تقلبتين كده. هطفي عليها النار واخرط عليها بصلايه صغيره او بصلايه متوسطه. لو انت عايزه البصلايه تبقى مستويه معاكي خرطيها قبل ما تطفي النار، يعني خرطيها وانت بتحطي الفلفل حطيها مع الفلفل هتبقى طريه معاكي. بس انا عايزه احس بقرمشتها كده فبخرطها بعد ما بطفي. انا كده طفيت النار جبت بصلايه بقى متوسطه هقطعها 4 ارباع كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تخليها يعني ما تكونش سميكه، تبقى رقيقه عشان ما تبقاش يعني ناشفه قوي في الاكل. هقلبها تقلبتين. انا طافيه النار زي ما انتم شايفين كده وهغطيها حوالي 5 دقايق. البصليه بقى تشرب من الصوص بتاع الكبده ومن طعمها بتبقى جميله جدا. في الوقت ده بقى انا هطلع حبه بطاطس من الفريزر واحمرهم على ما الكبده تكون يعني اتعملت مع البصل كده واستوى مع بعض حلو. هحط حبه بقدونس بقى وكنت حمرت البطاطس
وعامله سلطه طحينه وسلطه خضراء، وعندي جرجير. الكبده دي بقى ممكن تاكليها جنب رز، جنب مكرونه بيضه، تاكليها بعيش بلدي، بعيش فينو، زي ما تحبي. البطاطس دي اللي انا مفرزاها، وكنت منزله الفيديو بتاعها قبل كده في القناه، يعني ممكن لو حد عايزه هيلاقيه تحت في القناه. صلصه الطحينه، اي كبده يبقى سلطه الطحينه على طول طبعا. ودول شويه جرجير، والسلطه الخضراء بتاعتنا. طريقه طبعا سهله وبسيطه وما خدتش معانا وقت خالص. هعمل بقى معاكم سندوتش كده بالعيش البلدي. انا بحب اكل الكبده دي بالعيش البلدي بصراحه، وفي اللي بيحب يغمس واللي بيحب ياكلها سندوتشات، كل واحد بياكلها زي ما يحب. هدخل السندوتش في بعضه كده او الرغيف في بعضه، واحطه في الطاسه يشرب شويه برده من الصوص بتاع الكبده، واحط بعد كده فيه عودين جرجير، ممكن تحطي معاه قرن فلفل كمان لو حابه. الجرجير تحت كمان بيخلي صوص الكبده ما ينزلش منك وما ينقطش في السندوتش يعني، وبيديها طعم حلو قوي على فكره. هتحطي في السندوتش بقى كبده او كلاوي وقلوب، كل واحد طبعا حسب ما بيحبه، ممكن تحطي معاها حبه بطاطس كمان، هتبقى حلوه قوي. يعني دي حاجات اختياري بقى، كل واحد بيحط اللي بيحبه. ده شكل السندوتش بقى. واللي بيحب بقى ياكله كده يغمس هيغمس عادي، اللي بيحبه فينو برضو ياكله فينو. وبتمنى ان شاء الله ان طريقتي في عمايل الكبده والكلاوي والقلوب تكون عجبتكم، وبألف هنا.